اول نقطه للمغرب في المونديال، ولكن هذا التعادل مع البرازيل ما كانش تعادل عادي. 1-1 قدام منتخب بحجم البرازيل في ماتش فيه اسماء كبيره، ضغط كبير وريتم عالي، والمنتخب المغربي خرج منه برساله واضحه. الاسود ما جاوش لكاس العالم باش يتفرجوا، جاو باش ينافسوا. ولكن في هذا الفيديو ما غاديش نهضروا غير بالعاطفه، غادي نشوفوا علاش المغرب كان قادر يدير اكثر من التعادل، وفين بالضبط ضاعت علينا فرصه قتل الماتش، وفين البرازيل رجعت للمباراه. الماتش بدا بطريقه زوينه بزاف من المنتخب المغربي. المغرب ما دخلش خايف من اسم البرازيل، لا دخل منظم هادئ وعارف شنو باغي يدير. بلا كره المنتخب كان قريب من بعضياته، الخطوط ما كانوش متباعدين، الوسط كان كيعاون الدفاع، والاطراف كانوا واعيين بخطورات فينيسيوس ورافينيا. وبالكره المغرب ما كانش غير كيشتت، كان كيحاول يخرج بلاعب منظم ويمشي بسرعه للجهات اللي فيها المساحات. وهنا بان اول مفتاح في الماتش. المغرب فهم ان البرازيل عندها مشكل في المسافه بين الوسط والدفاع. البرازيل عندها لاعبين كبار، ولكن في بدايه الماتش الوسط ديالها ما كانش منسجم مزيان. كاسيميرو وباقي لاعبي الوسط كانوا كيتاخروا في التغطيه، وهذا الشيء اللي خلى المغرب يلقى لحظات يخرج فيها بسرعه، خصوصا عبر ابراهيم دياز والسيباري. وفي الدقيقه 21 جات اللقطه اللي كتشرح كل شيء. ابراهيم دياز خدا الكره، شاف المساحه بين قلبي الدفاع ديال البرازيل وطلق تمريره ذكيه. اسماعيل السيباري تحرك في التوقيت الصحيح، دخل من ظهر الدفاع وواجه اليسون بثقه كبيره، والانهاء بارد ذكي وماشي سهل نهائيا. السيباري ما تسرعش، ما ضربش الكره بعشوائيه، شاف خروج اليسون ورفع الكره عليه بطريقه كتبين ان اللاعب عنده شخصيه. هذا الهدف ما جاش من فراغ، جا من فكره واضحه: تضغط، تربح الكره، تضرب المساحه وتعاقب دفاع البرازيل. وهنا خاصنا نقولوا حاجه مهمه: المغرب في هذه اللقطه ما ربحش غير هدف، ربح الثقه، حيت ملي كتسجل على البرازيل في الاول كتدخل الخصم في واحد النوع ديال الشك. المنتخب البرازيلي ولا مضطر يطلع، ولا خاصو يزيد الريتم، ولا الجمهور ديالو كيطلب رد فعل سريع. ولكن هنا جا الاختبار الحقيقي للمغرب. من بعد الهدف المنتخب المغربي دار واحد الفتره مزيانه، ولكن بدا كيبان واحد الخطر. الثقه زادت شويه وحاولنا نطلعوا اكثر، وهذا طبيعي. ولكن قدام البرازيل خاصك تعرف امتى تضغط وامتى تبرد الماتش، حيت البرازيل حتى الا كانت ناقصه تنظيميا عندها لاعبين يقدروا يبدلوا النتيجه من نصف لقطه. وفي الدقيقه 32 هذا الشيء بالضبط اللي وقع. فينيسيوس جونيور خدا الكره في الجهه اليسرى، دخل للداخل ولقى المساحه باش يضرب برجلو اليمنى. الكره مشات قويه وبعيده على بونو، والبرازيل رجعت ب1-1. هذا الهدف في جوج حوايج خاص يتقالوا. الاولى هي الجوده الفرديه ديال فينيسيوس. كاين لاعبين ما يحتاجوش هجمه كامله باش يماركيو له، فينيسيوس من هذا النوع. الا عطيتو ثانيه وحده يفكر يقدر يعاقبك. والثانيه هي التغطيه المغربيه، كان ممكن تكون احسن، ماشي بالضروره خطا ديال لاعب واحد، ولكن اللقطه كامله كانت محتاجه رد فعل اسرع. منين الكره وصلت فينيسيوس خاص الضغط يكون مباشر، وخاص الزاويه التسديد تسد عليه، ولكن كان تردد بسيط والبرازيل عاقبتنا. وهنا كيبان الدرس الكبير ديال هذا الماتش. ضد المنتخبات الكبيره الخطا ما كيحتاجش يكون كبير باش يتعاقب. من بعد التعادل الماتش تبدل، البرازيل بدات ترجع شويه ديال الثقه، والمغرب ولا خاصو يوازن، ما يرجعش بزاف باش ما يجيبش الضغط عليه، وما يطلعش بزاف باش ما يتركش مساحات لفينيسيوس ورافينيا. في الشوط الاول المغرب كان حاضر بزاف، ما كانش منتخب كيدافع فقط، بالعكس كانت عنده لحظات خرج فيها من الضغط وخلق مشاكل للبرازيل، خصوصا في المساحات بين الدفاع والوسط. ولكن خاصنا نكونوا واضحين، البرازيل حتى هي كانت قادره دير الضرر. منين كتلقى رافينيا، فينيسيوس، برونو، باكيتا وايغور تياغو، خاص التركيز يبقى حتى لاخر ثانيه. في الشوط الثاني بان انشيلوتي باغي يصلح الايقاع ديال البرازيل حاولت تضغط اكثر، حاولت تستغل الاطراف، وحاولت تدخل كرات داخل المنطقه. وهنا بان الدور الكبير ديال بونو ما كانش غير حارس كيدير تصديات، كان حارس كيعطي هدوء للفريق في الكرات اللي كتدخل للمنطقه، في التوقيت ديال الخروج، وحتى في طريقه التواصل مع الدفاع. كان واضح ان التجربه ديالو مهمه بزاف في ماتش بحال هذا. هذا النوع ديال الماتشات ما كيتربحوش غير باللي كيماركي، كيتربحوا حتى باللي كيمنع الهدف. وبونو خلى المغرب يبقى داخل المباراه في فترات كانت البرازيل قريبه تزيد الهدف الثاني. تكتيكيا المغرب كان عنده واحد الحاجه زوينه، هي الفريق ما تشققش. كاين منتخبات ملي كيتعادل عليها البرازيل كطيح نفسيا وكتولي كتدافع بعشوائيه. المغرب لا، بقى واقف، بقى كيحاول يخرج، وبقى كيدير الضغط العكسي في بعض اللحظات. الوسط كان مهم بزاف، نائل العناوي عطى توازن، ايوب بوعدي كان عنده جرأه، وابراهيم دياز كان داير الدور ديالو بين الخطوط، وحتى السيباري رغم انه ماشي راس حربه كلاسيكي خدم بزاف بحركته وخلق مشكل قلبي دفاع البرازيل. ولكن كان عندنا حتى حنا مشاكل خاص نقولوها. اول مشكل بعد لحظات الخروج بالكره كانت صعيبه، البرازيل كانت كتوجه الضغط باش تخلي المغرب يبني من مناطق معينه، ومنين كتسد عليك الحلول كتولي مضطر تلعب كره طويله. وهذه الكره الطويله ما كانش ديما مفيده، حيت ما كناش كنلعبوا بمهاجم محطه يقدر يشد الكره ويطلع الفارق. المشكل الثاني هي الجهه ديال فينيسيوس، كانت خطر مستمر. فينيسيوس لاعب كيقدر يخليك ديما متردد، واش تضغط عليه، واش تسد العمق، واش تخلي الظاهر قريب. اي تردد صغير كيتحول لخطر.
المشكل الثالث هو المغرب منين كان قادر يقتل الماتش ما كانش حاسم كفايه. التعادل مع البرازيل نتيجه محترمه، ولكن في بعض اللحظات كان كاين احساس ان المباراه ممكن تمشي لصالح المغرب. كنا محتاجين هجمه اخيره بجوده اعلى، تمريره اخيره ادق، او قرار اسرع في اخر 30 متر. وفي الاخير وهبي اختار ما يغامرش بزاف، وهذا قرار مفهوم. اول مباراه في المونديال ضد البرازيل والنتيجه 1-1. المغامره الزائده ممكن تفتح عليك المباراه، وهدف واحد في الدقائق الاخيره كان قادر يبدل كل شيء. بعض الناس غادي يقولوا كان خاصنا نضغطوا ونربحوا، ولكن في المونديال النقطه في الماتش الاول قدام البرازيل عندها قيمه كبيره، خصوصا ان المجموعه مازال فيها مباريات خاص تربحها او على الاقل تخرج منها بنقاط. وهنا كاين تشابه مع مونديال 2022. المغرب بدا وقتها بتعادل قدام كرواتيا، والناس ما عرفوش القيمه ديال داك التعادل حتى شافوا الفريق كيكبر ماتش من بعد ماتش. اليوم كذلك نقطه قدام البرازيل ممكن تعطي اللاعبين ثقه كبيره في المباريات الجايه، ولكن الثقه خاصها تجي معها الواقعيه. ضد اسكتلندا ما غاديش يكون نفس الماتش. البرازيل كتخليك تلعب في بعض المساحات، ولكن اسكتلندا ممكن تلعب عليك بالاندفاع، الكرات الثانيه والضغط البدني. يعني المغرب خاصو يحافظ على التنظيم ولكن يزيد الفعاليه. الخلاصه ديال ماتش البرازيل والمغرب هي هذه: المغرب دار ماتش كبير، ما خافش، سجل اولا وخلق مشاكل حقيقيه للبرازيل. البرازيل رجعت بفضل الجوده الفرديه ديال فينيسيوس، وهذا الشيء كيبين علاش المنتخبات الكبيره كتكون خطيره حتى في اسوأ فتراتها. بونو كان مهم، سيباري عطى هدف وشخصيه، دياز كان المفتاح، والوسط المغربي ورى انه قادر ينافس في ايقاع عالي. ولكن في المقابل خاصنا نحسنوا 3 النقاط: الخروج من الضغط، تغطيه الجهه ديال الخصم السريع، والحسم في الهجمات اللي كتجيك. 1-1 قدام البرازيل ماشي نتيجه صغيره، ولكن الاحساس اللي خرجنا به هو الاهم. المغرب ما كانش بعيد على الفوز، وهذا وحده كيعطي رساله قويه. الاسود في هذا المونديال ما جاوش باش يديروا مشاركه مشرفه فقط، جاو باش يكملوا الطريق وينافسوا ويكبروا من ماتش لماتش.